يا جماعة الحلول مش في ايدينا، مش احنا اللي سيئين يا جماعة، في ناس سيئة. الحلول مش في ايدينا، ما بيستعينوش بأي حد مننا. اوعى تصدقوا الكلام اللي بيتقال ده. احنا ما حدش لينا لما بنقول رأينا ما بيتاخدش بيه. ولما بيعملوا اي حاجة مفيش، هم اللي بيعملوا كل حاجة في النادي، مفيش حد بيعمل اي حاجة يا جماعة داخل النادي يا جماعة. عشان بس ايه الناس بتقول فين ولاد النادي وفين ولاد مش عارف مين، محدش بيستعين بحد داخل النادي، عشان تبقوا عارفين، ولا حد له رأي. يعني القصة مختلفة تماما عما بيتقال، والقصة مختلفة تماما عن اي نادي اخر. فندم انا تاريخي موجود وابن النادي وبخاف على النادي وبعمل كل حاجة. بس انا دلوقتي يعني تاريخك في القناة لا تمت للزمالك بصلة، ماشي اوكي. كلنا هنمشي ونسيب الدنيا تغرق اكتر؟ مش لازم على الاقل نبقى موجودين نحمي الدنيا شويه الى حد ما؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا بقدر اعمله بعمله. انا مثلا برنامج اللي هو الرئيسي في القناه انا اعتذرت عنه بقالي شهرين ما بيطلعش، مش عاجبني الوضع ده، اللي اقدر اعمله واعتذرت عنه. وطلب مني اطلع الاسبوع ده كله لان الكباتن مسافرين، البهوات مسافرين، انا ما رفضت ان انا اطلع لاني مش راضي عن حاجات كتيره جدا بتحصل. يعني ده اللي في ايدي بس مش اكتر. لكن كلنا هننط من المركب ونسيب الدنيا؟ ما ينفعش. وبعدين الناس بيقول لك فين ولاد النادي، وبعدين تقول له لا ما امشوا، ما تقعدوش. طب يعني ازاي؟ ما يعني نعمل دي ولا نعمل دي؟ واحده واحده يا جماعه، ربنا يسهل ان شاء الله، والخير قادم ان شاء الله، والدنيا حلت الزور باذن الله، ربنا يسهل ان شاء الله، وده قدرنا يعني.